مساء الخير على الجميع. التطورات اللي بتحصل دلوقتي في القضية الفلسطينية. امبارح في رئيس المعارضة في حكومة نتنياهو اسمه يائير لبيد. الراجل ده حط مقترح ان مصر تمسك القطاع لمدة 15 سنة تدير القطاع. طبعا حماس مرفوضة طبعا من كله، يعني حماس ما ينفعش تبقى في القطاع. نتنياهو ما ينفعش حماس تبقى في القطاع عشان تستمر المفاوضات ووقف إطلاق النار ونخش في المرحلة التانية وتنسحب. فمش عايزين حماس في السلطة. فزعيم المعارضة اللي اسمه يائير لبيد ده قال لك في مقترح إن مصر تحكم القطاع لمدة 15 سنة في مقابل إلغاء ديونها. هل الاقتراح ده نتنياهو يقبل بيه؟ وهل مصر أولا تقبل بحاجة زي كده؟ ده أول شيء. فالمقترح ده قائم إن مصر تمسك قطاع غزة لمدة 15 سنة، آه، لمدة 15 سنة قصاد اللي هو إلغاء الديون. هل الحكومة المصرية ترضى اللي هي تتدخل في غزة أو تدير غزة للمدة ديت؟ والتصريح ده ممكن يكون ملغوب. اللي انت لو كمصر قبلت بحاجة زي كده هتبقى في مواجهة مع حماس. حماس هي عايزة تبقى في الحكم، وما تعرفش هي حماس قالت ممكن المرحلة اللي جاية يعني نتنازل عن الحكم غزة، او مثلا ما نبقاش في الواجهة، تبقى مثلا حكومة تكنوقراط في غزة وحماس ما تبقاش موجودة يعني. انا اعتقد ان مصر مش هتقبل العرض زي ده، لان ده هيحط لها مشاكل كتيرة جدا وممكن تبقى في مواجهة مع حماس، وده مش عايزاه مصر. رغم ان العرض مغري جدا يعني. وبعدين ده غزة كانت تحت الإدارة المصرية قبل 67. وممكن لو انت مسكت إدارة غزة وحصلت عملية من حماس ضد إسرائيل هتحطك في مواجهة أمام إسرائيل، الجيش الإسرائيلي. وهل فعلا المقترح ده ممكن الحكومة توافق عليه، نتنياهو يوافق عليه؟ ما أعتقدش. هو واحد بيشوف أي حل يعني. يائير لبيد ده من المعارضة، يعني معتدل شوية عن اليمين الإسرائيلي اللي هم جوز البهايم التانيين دول اللي هم بن جفير وسموتريتش. هو معتدل، آراءه معتدلة شوية. وطبعا الملف بتاع التهجير بتاع ترامب ده يعني في تراجع من ترامب. يعني الخطة دي صعبة تتحقق بتاعت التهجير دي. فهو في تراجع. هم يعني حاطين سقف مطالب عالية، أمريكا حاطة سقف مطالب عالية بحيث إن العرب يلاقوا حل للحماس. هو المشكلة كلها تقريبا في حماس، وجود حماس. فهل وجود حماس عامل أزمة بالنسبة لنتنياهو. مش عايز حماس تبقى موجودة في القطاع، ما تحكمش القطاع، وكمان ما تبقاش فصيل مسلح، يعني يسلموا أسلحتهم زي اللي حصل مع أبو عمار ياسر عرفات في الثمانينات مع جبهة التحرير. عايزين يطلع زي ما طلعوا من لبنان كده وسلموا أسلحتهم. هم عايزين حماس تعمل كده، فكده مش هيبقى في مقاومة. وفي نفس الوقت في ظل ان العالم كله مشغول بغزة، قضية التهجير، ومصر مشغولة بغزة والسعودية والأردن مشغولين بموضوع التهجير ده وبينسقوا للقمة اللي هي المفروض تبقى في 4 مارس. وحصل اللقاء الودي اللي هو كان حاضر فيه السيسي ومحمد بن سلمان وبن زايد وملك الأردن الملك عبد الله والأمير تميم بتاع قطر وبتاع الكويت والبحرين، اللي هو تم في الرياض. مفيش أي بيانات طلعت منه لأنه كان لقاء ودي يعني. هما تحضيرا للقمة اللي جاية في القاهرة بتاعت 4 مارس. ويا ريت ما يبقاش بقى إيه البيانات اللي طالعة من القمة ديت اللي احنا نقعد نشجب وندين والكلام ده. يبقى فيه مقترح واضح وتتعرض الخطة المصرية لإعادة الإعمار، ويتقال بصيغة واضحة كده موقف حماس في غزة. هل حماس هتحكم ولا حماس هتبقى بره
الحكم في غزه. وموضوع السلاح، تسليم السلاح، حماس هترفض تسليم السلاح، لان كده المقاومه مش هيبقى فيه مقاومه. لما حماس تسلم سلاحها مش هيبقى فيه مقاومه. في الوقت اللي الدول دي كلها مشغوله بقضيه غزه، اسرائيل بتوسع عملياتها في الضفه الغربيه، ودخلت بالدبابات في جنين، لدرجه ان الدبابات دي ما دخلتش جنين يعني من 20 سنه تقريبا او من 23 سنه، من زمان جدا ما دخلتش الدبابات في الضفه الغربيه. فده تطور ملحوظ، يعني ان اسرائيل حاطه الضفه الغربيه في دماغها، والسلطه الفلسطينيه بتساعدها ان ما يبقاش في اي سبل للمقاومه في الضفه، المقاومه المسلحه يعني. وطبعا استيطان واستسلام اراضي وهد بيوت وجرافات. انا مش عارف ايه فكرتهم في تجريف الارض، مش عارف ايه فكره الاسرائيليين في يعني طريق بيخشوا بجرافات يجرفوه، يعني يبوظوه خالص يعني. فالقصه كلها، قصه التهجير دي كلها والتصريحات بتاعت ترامب وهنهجر لمصر والاردن، الكلام ده كله كان الهدف منه ان العرب يحطوا خطه لاعاده اعمار، وحماس ما تبقاش في حكم غزه، تطلع من غزه عسكريا واداريا وكله. ده اللي في دماغ اسرائيل. وفي نفس الوقت نشغل الناس عن الضفه الغربيه وعن الاستيطان في الضفه الغربيه وعن كل اللي بيحصل في الضفه. الناس كلها مشغوله بغزه، كأن غزه يعني كأن القضيه الفلسطينيه هي غزه، مع ان الضفه مساحتها اكبر وعدد سكانها اكتر بكتير من غزه. وفي نفس الوقت انا بقدر بعمل عمليات في سوريا. يعني امبارح لسه في غاره اسرائيليه في سوريا، في دمشق تقريبا، في اليوم اللي فيه احمد الشرع بيعمل حوار وطني لسه بيبداوا يعني يشوفوا الدنيا هتمشي ازاي في سوريا. فما فيش فرصه اعظم من كده لاسرائيل اللي هي تسيطر على اجواء سوريا. وطبعا الجولان خلاص، هي خدت هضبه الجولان، مرتفعات الجولان كلها في ايد اسرائيل دلوقتي. وفي نفس الوقت لبنان هي موجوده في جنوب لبنان، وطبعا الطيران بتاعها مستباح لبنان، لدرجه ان في الجنازه بتاعت حسن نصر الله والامين العام الثاني اللي مسك بعدين الاثنين اتقتلوا ورا بعض، طلعوا الطيارات اللي عملت عمليه حسن نصر الله، طلعوها فوق العزا بتاعه، فوق الجنازه، عشان يقول لك دي مصير اللي هيقف قدام اسرائيل. والضغط الامريكي على مصر يعني ايه، ما جابش نتيجه، لدرجه ان احنا عارفين الحادثه نتكلم عليها الجرايد كتير. اصل في ناس بتنكر الحادثه بتاعت الطيارتين البي 52 اللي هم كانوا هيخشوا الاجواء المصريه ومصر رجعتهم. دي حاجات بتحصل عادي جدا يعني، وبالذات مع الاضطرابات في العلاقات المصريه الامريكيه، ده حاجه تحصل عاديه جدا. انت لازم يبقى في اذن مسبق باستخدام الاجواء، هي مش زريبه هي. فجس نبض بيشوف انت فعلا هتقف على موقفك ولا انت هتخاف وتكش. فالظاهر ان مصر على موقفها، مش هتتراجع فيه يعني. بس والقصه بتاعت بقى على الناحيه الاخرى من العالم في اوروبا، عمنا دونالد ترامب غير معادله الدفاع الامريكيه. يعني انت دلوقتي ورطت اوكرانيا في حرب، بقالها كام سنه اوكرانيا متورطه في حرب، ومن وراءها حلف الناتو. حلف الناتو بيساعد اوكرانيا، وانت من اكبر الداعمين لحلف الناتو، يعني انت الكبير بتاع حلف الناتو في قصاد بوتين. دلوقتي بقى في تقارب بين ترامب وبوتين، يعني من الاخر يعني ترامب عايز يبيع اوكرانيا لبوتين، ويطلع يقول لك ده زيلينسكي ده ديكتاتور. يعني هو زيلينسكي ديكتاتور وبوتين مش ديكتاتور؟ حاجه غريبه جدا، راجل عجيب. فغير يعني، ودلوقتي اوروبا بتشتكي كلها، بيقول لك كده انت بعتنا في لحظه، انت ممكن تبيعنا بقى في لحظه. فهل الاوروبيين ممكن يحطوا قوات على الارض في مواجهه بوتين؟ فرنسا بقى وانجلترا والمانيا، ولا هم كانوا معتمدين اعتماد كلي ان امريكا تخلص لهم الموضوع؟ فتقريبا من فتره طويله الدول بتاعت اوروبا دي معتمده اعتماد كبير جدا على امريكا في كل شيء، حتى في اوكرانيا
في الفلوس بتاعت حلف الناتو كانت يعني معظم يعني اكتر نسبه بتدفع من امريكا، فجه ترامب قال لك لا بقى الناس ديت لازم تدفع بقى زينا زيهم، وانا هعمل مفاوضات مع بوتين منه لنفسه كانه اوكرانيا دي بتاعته يعني. انا بتفاوض عن بلد في اوروبا بعيد خالص عن رئيس الدوله بتاعها اساسا اللي هو زيلينسكي. طلع يقول له انت هتوصلك 350 مليار دولار، الفلوس دي راحت فين؟ وزيلينسكي يطلع يقول لك انا ما خدتش حاجه. فهو تقريبا ترامب ناوي ان هو يبيع اوكرانيا لبوتين. ما هو بوتين قال لك انا جزيره القرم ده انا مش طالع منها، والاراضي اللي انا خدتها في اوكرانيا ما اناش طالع منها، واعلى ما في خيركم يركبوه، واوكرانيا دي مش هتخش لا حلف نيتو ولا يتحط صواريخ في الحته دي خالص. وزيلينسكي عايز يرجع اراضيه اللي اتاخدت منه. فمين اللي وراه؟ المفروض حلف الناتو اللي هي متزعماه امريكا، والدول طبعا الاوروبيه اللي هي ما عادتش زي زمان يعني، فرنسا والمانيا وانجلترا، الدول دي ما عادتش القوه العسكريه لها ما عادتش زي زمان. فهل هي هتقدر تواجه بوتين، ولا هم فعلا كانوا معتمدين اعتماد كلي على امريكا ومش متوقعين اللي هيجي واحد اهبل زي ده يقلب الدفه خالص ويروح في اتجاه بوتين ويسلم زيلينسكي ويسلم اوكرانيا لبوتين؟ فالمتوقع يعني ان زيلينسكي هيرضخ. ما هو انت لو ما رضختش وقعدت تتفاوض بلدك هتروح كلها، وبوتين هياخد اللي هو عايزه. هو مش عايز هو ايه الهدف من الحرب دي؟ ان انا مش عايز اوكرانيا دي تبقى في حلف الناتو لانها على حدود روسيا، وما فيش اي صواريخ لحلف الناتو تتحط في اوكرانيا. فده هدف الحرب، ده كده هياخده بوتين، يبقى بوتين طلع منتصر من الحرب دي. واللي في دماغ ترامب اللي مشعشع في دماغه قوي حته جايزه نوبل للسلام اللي هو عايز ياخدها. هيقول لك انا وقفت الحرب في غزه وعملت وقف اطلاق نار غصب عن نتنياهو وعن سموتريتش وعن البهايم بن جفير والناس دي، ورجعت كل الاسرى او المخطوفين، ووقفت الحرب في اوكرانيا. بس يبقى انتوا يعني انتوا تديها لاوباما اللي ما عملش اي حاجه، وانا اوقف لكم الحروب دي كلها وما اخدش جايزه نوبل؟ ما ينفعش يعني. فربنا يسهل ونشوف الراجل ده هيعمل ايه في الايام اللي جايه. لان الراجل ده انا متهيألي الفكره بتنط في دماغه فبيقوم منفذها. يا اما حد من يعني هل دي خطط جديده؟ هل امريكا مثلا عايزه تشيل ايدها من اوروبا وتشيل ايدها من الشرق الاوسط عشان تتفرغ بقى للصين؟ وبيولولوا من الصين، امريكا بتولول من الصين. البتاع اللي هو الاي اي بتاع الذكاء الاصطناعي اللي هو الديب سيك ده، ولا اسمه ديب ايه، مخليهم بيولولوا. ده غير بقى صناعه العربيات الكهرباء ومنعينها ما بتخشش امريكا، السيارات الكهربائيه بتاعت الصين دي، لان فعلا هتكتسح، فعلا الصين هتكتسح. فالصين جايه، الصين جايه. فهم تقريبا كده عايزين يشيلوا ايديهم من الشرق الاوسط ويهدوا الدنيا فيه، ويشيلوا ايديهم من اوروبا الحرب بتاعت اوكرانيا وروسيا ديت، ويتفرغوا للصين على ما اعتقد. يا اما ترامب ده بياخد الحاجات دي بتيجي في دماغه وبيضربها كده لوحده. فهنشوف الايام اللي جايه فيها إيه ان شاء الله.